فهماكي او حساكي. احيانا بنحتاج نعمل تقييم للعلاقات من اول وجديد، ونشوف احنا فيها فين، واقفين فين، وهل المفروض نكمل فيها ولا لا. واحيانا في بعض العلاقات في حياتنا بندي فيها اكتر من ناخد بكتير قوي، وبنكتشف ان احنا من كتر ما بندي بننسى اصلا ان احنا ناخد، وبنكتشف ان احنا بنحط الشخص في مكانة هو ما عملش بيها اي حاجة، ما عملش علشان يوصل للمكانة دي. في بعض الناس كده لما بنحبهم عارفة بتعدلهم اي حاجة، بتحط لهم مبررات كتير، بتستنيهم يرجعوا، ترجع لهم بسرعة، مش بتعاتبيهم، بتصدقي ان هما يكلموكي. في حين انك لو رجعتي ورا خطوات كده وفكرتي هتكتشفي ان الناس دي ما عملتش علشان العلاقة دي اصلا تمشي او تكمل او تستمر اي حاجة، وان هما كل اللي بيعملوه ان هما بيفضلوا واقفين لحد ما انتي تحاولي ترجعيهم، او لحد ما تيجي صدفة عشان ترجعوا، او لحد ما تيجي انتي ترجعي لهم فبيرجع، وبترجعي تلفي في نفس الدايرة تاني. ولما بتبعدي او بتزعلي او بتتضايقي منهم وتقرري انك هتبعدي بترجعي تاني، لانك وانت بعيد ما حطيتيش وصف للعلاقة دي، ما حطيتيش ما فهمتيش هل الاشخاص دول اصلا يستحقوا يكونوا في حياتك ولا لا، هل انتي فعلا المكانة اللي انتي حطيتيهم فيها هم قدها اصلا ولا لا، طب عملوا علشانها ولا لا. فبالتالي بترجعي لهم تاني. فانتي بانك وصلتي للمرحلة دي دلوقتي محتاجة تقفي مع نفسك جامد عشان ما ترجعيش تاني. محتاجة تفكري الاشخاص دول يستاهلوا ان احنا نكمل معاهم او لا، الاشخاص دول يستاهلوا ان هم اصلا يدخلوا دايرة حياتي او لا. وحتى لو هنبقى لوحدنا مفيهاش اي مشكلة، بيكون شعور افضل بكتير قوي الوحدة دي من وجودك وسط ناس هم بس موجودين او بس بيرجعوا وعلشان مش عايزين يخسروكي، وما بيحاولوش علشانك بأي حاجة. يعني هما موجودين في حياتك بالطريقة اللي انت بتختاريها واللي انت بتحبيها، وبيفضلوا معاكي علشان انت عايزة ده، بس ما بيحاولوش سنتي خطوة ماشية علشانك. فبالتالي لما هيرجعوا تاني هترجعي لهم علشان بتحبيهم. فاعملي بقى من دلوقتي احسن.